نابولي، يا سلام، نابولي، انتهى الكلام، انتهى الكلام، نابولي مسك الختام. مساء الفل. بالنسبة للماتش اللي جاي ما بين برشلونة ونابولي في دوري الأبطال في دور ال16، فهو ماتش ما بين السيء والأسوأ، الدفاع المهلهل والدفاع التايه. حرفيا برشلونة ونابولي الموسم ده مختلفين 180 درجة عن الموسم اللي فات. فريقين كانوا محققين ألقاب دورياتهم الموسم اللي فات، الموسم ده في تخبط شديد جدا جدا جدا. الحالة الدفاعية بتاعة الفريقين هي اللي هتحدد مين بالظبط هيتأهل، فبالتالي المتأهل مش هنقول ان اتأهل الأفضل وخرج الأسوأ، لأ، هنقول المتأهل ده الأقل سوءا واللي خرج ده الأسوأ. يعني نفسي أقول إن برشلونة عنده ميزة إن العودة على ملعبه، لكن للأسف الموسم ده برشلونة بيستقبل بالتلاتة وبالأربعة وبالخمسة على ملعبه، فما بقتش فارقة. برشلونة من بداية 2024 هو أسوأ دفاع في أوروبا باستقباله 25 هدف. لو اتكلمنا على مشاكل برشلونة، فهو برشلونة رقم واحد متمثل في تشافي، عنده مشاكل كبيرة جدا مع الفرق المتوسطة والكبيرة من ساعة ما جه في دوري أبطال أوروبا. الدفاع مهلهل بجانب إصابات وغيابات اللاعبين خاصة في خط الهجوم، طبعا غير مركز الارتكاز اللي بنرقع فيه اللعيبة وخلاص. لكن لو جينا قارنا مشاكلنا أو سلبياتنا بنابولي، فنابولي أسوأ بمراحل. يعني نابولي وبرشلونة في الحالة دي المفروض يبقى التفوق لبرشلونة، إلا لو لرعون الدفاع برشلونة رأي تاني. برشلونة هو عدو نفسه، برشلونة لو ما قدرش يكسب هيبقى بسبب نفسه. الأهم بقى، هل برشلونة هيتعامل مع بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل منفصل وبأداء منفصل وبطريقة مختلفة عن معاملته للدوري؟ هل برشلونة هيتعامل مع فرصة نابولي أو فرصة تأهل في دوري أبطال أوروبا لأبعد نقطة، هل إن هي حبل الخلاص ليه الموسم ده؟ خلينا نشوف ده في ملعب دييجو أرماندو مارادونا يوم الأربعاء. قول لنا توقعاتك إيه؟ هل شايف برشلونة تقدر تتأهل على نابولي، ولا نابولي تقدر تستغل سلبيات دفاع برشلونة وتوهانه وتحسم هي التأهل؟ شكرا. شرفني طبعا لو عجبكم الفيديو انكم تتابعونا على اليوتيوب على قناة هي دي الكورة، عشان تشوفوا الفيديو كامل وعشان تشوفوا فيديوهات ليها علاقة بنفس المحتوى اللي هو كرة القدم. شكرا لكم.